انا عارفة والله ان شهادتي فيها تبقى مجروحة، بس احب اوعدك ان دي احسن طريقة تعملي بيها الكحك. ولو عاوزة تعرفي رأي الكلاينت عندي ادخلي على الصفحة وهتشوفوهم منبهرين جدا بالكحك بتاعي. نسمي بالله كده ونصلي على الحبيب المصطفى وندخل في الطريقة. في الأول كده معايا كيلو من الدقيق متعدد الأغراض أو دقيق خاص بالكحك والبسكوت، منخول كويس جدا طبعا. بعد كده كل كيلو من الدقيق هياخد معاكي 3 معالق كبار مليانين من السمسم المحمص، ربع معلقة صغيرة من الخميرة وربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر ورشة من الملح. كمان الكيلو دي هياخد معاكي 600 جرام من السمنة الساقعة مش المتلجة، هي ساقعة خارجة من التلاجة، بس لما بضغط عليها بصباعي بالشكل ده كده صباعي بينزل في السمنة. تمام. هركن بقى الكلام الحلو ده كده كله على جنب، وهاخد الاول المواد الجافه بتاعتي، هنزل بالسمسم والخميره والبيكنج باودر وهقلبهم على بعض وهركنهم على جنب. بوله تانية بقى او طبق هنزل فيها بالسمنه بتاعتي، وانا مستخدمه 600 جرام من السمنه البلدي. لما بكون هستخدم سمنه بلدي يا بنات ما بضيفش ريحه كحك، بصراحه بحس كده ان انا اي حاجه هضيفها هتضغى على ريحه السمنه البلدي. لكن لو هتستخدمي سمنة نباتي ممكن تضيفي معلقة من ريحة الكحك، هتستخدمي سمنة بلدي زي كده ما تضيفيش ريحة كحك، بجد والله هتحسي كده انك بتاكلي حاجة سمنة بلدي. تمام. ده رأيي، حابة انت تضيفي براحتك، بس بصراحة انا حتى في الشغل عندي لما بكون هستخدم سمنة بلدي ما بضيفش اي ريحة كحك خالص، لكن لما بستخدم سمنة من العادية بنزل بمعلقة من ريحة الكحك. هاخد السمنة بتاعتي وهنزل عليها ب65 جرام من السكر البودر. والسكر البودر هنا أنا بفضل إن أنا أطحنه في البيت، لأن طبعا يعني إلا من رحم ربي معظم السكر اللي بيتباع في السوبر ماركت بيبقى داخله نشا. هضرب السمنة بتاعتي مع السكر لحد ما القوام بتاعي كده يهيش والزبدة بتاعتي تفتح ويكون لونها أبيض. أنا هنا مستخدمة سمنة بلدي بقري. تمام. حابة تستخدمي أبيض براحتك، بس زي ما قلت لكم أنا هنا بطلع أوردرات وكانت العميلة عندي طالبة الكحك يكون بالسمنة البلدي البقري اللي هي الصفرا. اهم حاجه بقى وانت بتضربي السمنه مع السكر انك تنزلي بالجوانب كل شويه عشان تضمني ان السمنه بتاعتك تكون اختلطت كويس او انضربت كويس. انا ضربت السمنه بتاعتي مع السكر لحد ما القوام يفتح وبقى كريمي بالشكل ده. نزلت عندي بقى بالدقيق والسمسم والمواد الجافه اللي احنا ضفناها مع بعض. اهم خطوه بقى عشان تطلع لك كحكايه دايبه وناعمه الخطوه دي، خطوه بس الكحك. هي هتاخد معاكي من 10 ل15 دقيقة لو انت على ايدك، لكن لو في العجان مش هتكمل معاكي 7 دقايق، وهتكون الكحك بتاعك اتبس كويس جدا. اهم خطوة تفرق معاكي تاني اهو في نعومية الكحكة انك تمسكي العجينة بتاعتك تبسيها كويس جدا لحد ما تبقى في ايدك كده زي الكريمة. الخطوة دي مهمة قوي، اول مرحلة هتدخلي فيها كده في مرحلة البس هتبقى زي الرملة المبلولة. لا اشتغلي، اهم حاجة توصلي. انا هنا على فكرة ما سرعتش الفيديو علشان تشوفوا خطوات بس الكحك. بتفضلي تبسيها بالشكل ده كده، بتدخلي على كام مرحلة لحد ما توصلي للقوام اللي احنا عاوزينه، حاجة كده زي الكريمة بالظبط. هتاخد معاكي معلش كده، شايفة دي المرحلة الأولى، تحسيها كده زي الرملة المندية، مش ده اللي احنا عاوزينه. هتكملي برضو وزي ما قلت لكم معلش انا ما رضيتش اسرع الفيديو علشان في بنات كتير بتبقى عايزة تشوف الحاجة بالتفصيل. هتاخد معاكي من 10 ل15 دقيقة زي ما اتفقنا لحد ما توصلي للمنظر ده كده، تحسها في ايدك كده زي الكريمة. الخطوة دي بتفرق جدا في نوعية الكحك. تاني خطوة بقى بتفرق في نوعية الكحك وهي المواد السائلة. قدامك من نص كوباية لكوباية من المية أو من الحليب، أيا كان هتستخدمي ايه. وأنا برضو الكلاينت عندي كانت مش عاوزة حليب في الكحك، بس المواد السائلة عندك من نص كوباية لكوباية من الحليب أو المية. مجرد ما بضيف المادة السائلة بقى ما بعجنش خالص، أنا يا دوب بلم بس العجينة بتاعتي، باخد واحدة كده أكورها تمام ما عملتش أي تشققات، يبقى كده الكحك بتاعي أو العجينة بتاعتي مظبوطة جدا. أهم حاجة مجرد ما تضيفوا السوائل يا بنات ما بنعجنش، نضيف السوائل بتاعتنا سواء استخدمتي مية أو حليب نلم العجينة بتاعتنا بس. طبعا واحنا شغالين البنات الحلوة تظهر بقى، هتبص تلاقي العجينة بتاعتك قفشت، هتقولي اه اما خدها لفة كلها كده. أكبر غلط ممكن تعمليه وانت شغالة لو العجينة بتاعتك حسيتيها نشفت، خصوصا ان احنا في الشتاء، هتاخدي كورة كورة وبين راحة ايديكي كده وتنعميها. تمام. ما بنعجنش العجينه كلها تاني يا بنات عشان ما ننشطش عرق الجلوتين اللي في الدقيق. هتاخدي كوره كوره تحننيها بين ايديكي وبعد كده تبصميها او تعمليها بالمنقاش، بس بالنسبه لنا احنا عشان الشغل بتاعنا فبنبصمها بالشكل ده. العجين ما بيخمرش. تمام. مجرد ما بخلص تشكيل الكحك ما بيخمرش،
باخلّص تشكيل الكحك بتاعي بابتدي أخبز من أول صاج أنا شكّلته. الفرن بتاعنا سُخن، لو أنتِ هتعملي سادة شغّال من تحت بس، لو ملبن شغّال من فوق ومن تحت. السادة هياخد معاكِ من 30 ل40 دقيقة، المحشي هياخد معاكِ من 25 ل30 دقيقة، ويطلع معاكِ أحلى كحك ممكن تعمليه. كفاية إن أنتِ عاملاه بحُب. كحك بجد والله يا بنات جرّبوا الطريقة دي هتعجبكم أوي، جميلة. ده الكحك اللي أنا باعمله عندي في أوردراتي من غير أي افتكاسات ومن غير أي حاجة خالص. الناس اللي داخلة بتسأل على الخاص، هي دي يا بنات طريقة الكحك بتاعتي اللي أنا باطلّعها، مش أكتر من كده. امشي على الخطوات مضبوطة هتطلّعي كحك دايب وناعم ما فيش فيه غلطة. مستنياكم بقى تجربوه وتكتبوا لي رأيكم في الكومنتات ولايك وشير لو عجبكم الفيديو، ولو حاسين إنكم بتستفادوا مني لو أي حاجة بسيطة يا ريت تكتبوا لي ده في الكومنتات.